جريمة عنصرية تهز هانوفر. مقتل شابة جزائرية بطريقة وحشية يثير غضبا واسعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنوفي حضراتكم بكافة التفاصيل، بس في الأول كده لايك الفيديو، اشترك وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. في جريمة صادمة هزت مدينة هانوفر الألمانية. لقيت الشابة الجزائرية رحمة عياط 26 عاما مصرعها بطريقة وحشية على يد جارها الألماني في حادثة يشتبه بأن دافعها عنصري. الضحية تنحدر من مدينة وهران وكانت تقيم في ألمانيا للدراسة والعمل، وقبل أن تنتهي حياتها بطريقة مأساوية أثارت الرأي العام المحلي والدولي، خاصة في أوساط الجالية الجزائرية والمسلمة. ورغم مباشرة التحقيقات لم تعلن السلطات الألمانية حتى الآن عن توقيف المشتبه به، ما أثار غضبا وقلقا واسعا بين أفراد الجالية الذين خرجوا في وقفة احتجاجية سليمة للمطالبة بالعدالة والقصاص وبتحقيق شفاف في ملابسات هذه الواقعة. وتعد هذه الواقعة واحدة من سلسلة اعتداءات تنسب لدوافع معدية للمسلمين والأجانب، وسط مطالب متزايدة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنصرية والكراهية المتنامية في عدد من الدول الأوروبية. حد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.